شاي بالنعناع حلو جدا برضه. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيكم يا بنات؟ كويسين تمام. اسمعكم؟ نور. سارة. يمنى. إلاف. الاف. سارة. ساره. تمام، معانا 2 ساره دلوقتي. طيب قولوا لي ايه الكتاب اللي اشتريتوه قبل كده وبترشحوه لحد معتقدين انه ممكن هيفيده في حياته؟ انا برشح كتب احمد خالد توفيق زي ESB ولست وحدك وغرفه 207. احمد خالد توفيق في كتاب شاي بالنعناع حلو جدا برضه لاحمد انا خالد بصراحه توفيق. بحبه جدا يعني. انا كمان والله ده الكتاب الوحيد اللي حبيته قوي يعني. تمام. لا هو بتاع لست وحدك ده كان برضو حلو جدا بتاعه. تمام. احنا جايين المعرض عشان ندور على احمد خالد توفيق واعماله. حلو قوي. سر الغرفه 207 حلو جدا. ماشي. احنا مجمعين على الموضوع ده. الشيطان يحكي احمد خالد مصطفى حلو جدا. طيب تمام جدا. طيب قولوا لي مين الشخصيه، انا بصراحه استنتجت الاجابه من قبل ما اسال، اللي هو مين الشخصيه اللي تتمنوا تقابلوها، فاكيد دكتور احمد خالد توفيق. طيب يا رب. برضه نعم. عبد الحميد. مين؟ عمرو عبد الحميد. تمام. اشتريتوا كتب ايه النهارده من معرض الكتاب؟ انا اشتريت انتريخستوس والان نفتح الصندوق والليالي البيضاء. حاجات كتير. انا اشتريت لعبه حل جرايم عشان انا حابه اشوف الموضوع ده بيتكلم عن ايه يعني. تمام. وانا اشتريت كتاب عن الضغط النفسي احنا ناقصين يعني. والله العظيم اشتريت كتاب عن علاج الضغط النفسي والله العظيم بجد، والتفكير الضغط والكلام ده، بس قلت بقى خلاص يعني هقراه واقول لك رايي هنستنى الفيدباك بتاعك ان شاء الله. لا ما اشتريتش لسه. تمام. مطرقة الساحرات، واشتريت كتاب لكاتبة لسه بادئة. الكتاب ان شاء الله يعجبني وانا مضيته يعني. حلو او مضيتي منها يعني. حلو بجد ما شاء الله، محظوظين يعني ما شاء الله. هي كانت عسولة قوي، احنا حبينا نشجعها، وكمان كان في حاجه للهلال الاحمر بيتكلموا عن الصحه النفسيه حضرناها، كانت حلوه جدا بصراحه. طيب رغم وجود التكنولوجيا ليه الكتب لسه ليها نفس البريق والروح؟ يعني ليه الناس بتميل ليها اكتر عن قراءة الPDF؟ لان هي طبعا بتفرق، وكمان الكتاب ليه قيمة مهما كان برضه يعني، حتى أيوة بعيد عن صح. التكنولوجيا والحاجات دي. تمام. انا مش بحب الكتب قوي. اسالي. لا الكتاب بيديكي احساس بالفايبس كده، انك بتقراي، انك مهمه، انك في حاجه بتعمليها، اما انك بتسكرولي على التليفون فالموضوع لا يعني هنسرح اصعب. يعني. وبعدين كمان لما تحطي تعملي لاينز تحت الحاجات اللي انت بتحبيها علمي على الحاجه اللي انت حبيتيها بجد، الجمله اللي علقت معاكي واحساس يعني. برضو انك تمسكي الكتاب لوحدك كده بيصفي دماغك اكتر من انك ماسكه التليفون. عشان بتحس ان انت كده بتدخلك في عالم كده تاني، غير ان انت تبقي ماسكه كده يعني جهاز او حاجه، بتحسي ان انت كده دخلتي جوه القصه والاحداث وتبقى حلوه قوي. في تعايش يعني. لا بصراحة عن تجربة بسرح قوي بصراحة، وانا معايا موبايل او حاجة، فالكتاب احسن بكتير. هي دي شخصيه من شخصيات الكتاب، بتحسي ان انت الشخصيه الرئيسيه، وان الكتاب ده بيدور حواليك انت بتبقي عايزه تعرفي اللي هيحصل في مستقبلك انت، بتحسي ان انت اندمجتي في الشخصيه قوي، بالذات لو الكتاب ده انت حبيتيه ومثلا بطله بنت او كده، بتحسي ان دي بتندمجي في الموضوع يعني. انا بتمنى لكم التوفيق واجواء لذيذه يا رب، ان شاء الله كده تتبسطوا يعني. شكرا ليكم. احنا مبسوطين بيكي اكتر على فكره. احنا كمان والله متشكره ليكم. شكرا ليكي يعني. شكرا. مع السلامه. اسمعكم يا بنات؟ شمس. يارا. رقيه. اسمائكم 3 حلوه يعني ما شاء الله. قولوا لي ايه الكتاب اللي ترشحوه في معرض الكتاب او قبل كده يعني لو قراتوه؟ تحقيقات نوح الألفي. تحقيقات نوح الألفي. انا ارض زيكولا. لا ده مشهور قوي يعني ما شاء الله. حاجه واحده لقيتها واسمه ايه، كان اسمه ايه اللي انا بحبه، قلت لك عليه برضه. ماشي. اوكي. طيب مين الكاتب اللي لو مش موجود معانا دلوقتي تتمنوا ان انتوا تشوفوه؟ طه حسين. لا كتاب الايام بقى. انا شكسبير يعني. كبير. تمام. طيب قولوا لي ليه رغم ان في تكنولوجيا بس برضو لا لسه في الروح اللي هي بتاعت ان احنا نقرا الكتاب ونمسك الورق، يعني ايه احسن في ايه بالنسبه لكم؟ انا بحس عشان في ناس بتبقى زهقت من التكنولوجيا نفسها فبتحب تقرا، حتى دلوقتي بقى في اللي هو حاجه شبه اللابتوب، مش فاكره اسمها ايه، مش لابتوب سوري، تابلت بيبقى مكتوب عليه القصص. هم بيحاولوا ان هم يمشوا مع التكنولوجيا بس في نفس الوقت بيقراوا حاجات قديمه او بيعملوا حاجات اللي هي المفروض ان هم على بالهم ان هي قديمه يعني. بس تمام. شكرا. شكرا.